دي مكنه اسمها سلاج، بيتقال عليها سلاج وبيتقال عليها سموزي. المكنه دي عباره عن ان انت بتجيب العصير بتاعك بتحطه، بتعمل معاك العصير تلج. بتعمل معاك العصير تلج. ازاي؟ هي تشغيلها كده. العصير نفسه بيبقى تلج. تمام. يعني هو معروفه جدا المكنه دي سلاج او سموزي، دي معروف جدا. بيبقى في منها مكن بينزل 2 ضرفيل، يعني كل عين بيبقى مثلا ضرفيل في العين دي وضرفيل في العين دي. المكنه اللي عندنا هنا مميزه، الخزانات دي نفسها اكريليك. والجسم ده نفسه واخد بالك استانلس في اكريليك برضو. تمام. هنا الفصل والتشغيل بتاع المكنه، وهنا الصب بتاع الايه، المكنه بتاعت العصير وكده. تمام. واخد بالك، دي اللي انت بتستقبل فيها الكوبايه، اللي بتحط فيها الكوبايه او الفنجان بتاعك. هنا بتحط كوبايتك او الفنجان، وطبعا الحاجات دي كلها بتتغسل وبتتنضف والكلام ده كله. الخزانات دي يا استاذ احمد اكريليك. هنا في ميزه حلوه قوي، ان المكنه اللي عندنا بتنزل كل عين فيها 2 ضرفيل، ضرفيل واقف وضرفيل نايم. ضرفيل واقف وضرفيل نايم. ايه بقى؟ بتساعد على الحركه، ان هي تقلب لك المنتج اللي انت حاطه في المكنه كويس جدا. تمام. يعني انت لو شفت في اماكن تاني هتلاقي كل عين فيها ضرفيل، احنا عندنا كل عين فيها ضرفيلين. ما شاء الله. والمكنه تقيله جدا زي ما انت شايفها كده. اهم حاجه المواتير بتاعه المكنه. المواتير بتاع المكنه اللي عندنا دي بيبقى باناسونيك ياباني. تمام. سونيك ياباني. الملفات بتاع الموتور بترجع معاك المونيا او نحاس، الملفات اللي عندنا هنا نحاس. تمام. في مكنه بيبقى الموتور بتاعها 1 حصان او 2 حصان. احنا عندنا بالنسبه للتركي المعدلات بتاعته كله 2 حصان، والايطالي 2 برضه حصان. بس الاختلاف في كام لفه في الدقيقه والسرعات والكلام ده، الايطالي بيبقى اعلى شويه. انا ما شرحتلكش على الصيني عشان الصيني مش قد كده يعني، واخد بالك. يعني يمكن الصيني يعني بالنسبه لمكن السوفت رقم 1 عندنا اللي هي الدماكس دي 838، سواء القصيره او الطويله او التركي اللي بعديها. دول برضو ممتازين جدا. ده كله ايطالي. ده الاثنين دول ايطالي، دي ايطالي ودي ايطالي. ايطالي. والاسود دي للكفر بتاعها اسود، دي تركي. دي الوحيده اللي تركي فيها. في منها بقى نفس المكنه دي بس بيبقى لونها ذهبي، اللون الذهبي.